الخطوط الدفاعيه كانوا بيطالبوا بركله جزاء، لكن لطفي شعبان قال مفيش اي حاجه خالص. ترجع من تاني من اللاعب اللي بيتواجد امام حضراتكم وهو الحسيني طه. الله الصعيدي والبورسعيدي، وتنادي على كل اللي موجودين. الصعيدي يسجل الجول الاول لنادي بتروجيت. قلت لحضراتكم هدف هيفك في الدقيقه 30 من عمر واحداث الشوط الاول. نص ساعه بالتمام والكمال. تقدم بتروجيت بهدف على ايسترن كامباني. هدف كان سجله الصعيدي. ادي الترباص الامامي على طول لصالح نادي ايسترن كامباني في انطلاقه. ادي انطلاقه عند مصطفى بهاء، وادي تسديده لكن سهله في رضا. ترجع من تاني بالكعب عند مصطفى لكن مقطوعه. هجمه مرتده سريعه كونتر اتاك لصالح نادي بتروجيت. ادي 4-2 يمشي بالكره على طول حاتم جميل. ادي حاتم جميل لكن اتأنى فيها وحب نفسه اكتر ما حب فريق. يرجع من تاني عند 13 هو احمد رضا. ادي رضا يا ولد يرقص واحد ويرجع يرقص من تاني ويلعب الكره عند فيليكس. ادي فيليكس والحسيني. ادي فرق السرعات وفرق المهارات، واحد على واحد عاوز يعدي. ادي فيليكس لكن تطول منه وتطلع الكره خارج الملعب الى ركله مرمى لنادي استين وهو كامل كابوريا. ادي كابوريا واحد على واحد عاوز يعدي. ادي كابوريا يستنى على كورته يشوف مين اللي جاي، يجي له على طول الصقر يلعب العرضيه لكن تخرج من الحسيني. الحسيني يسلم عند لاعب رقم وتقدم بتروجيت بهدف على ايسترن كامباني عن طريق الصعيدي. تمشي الكره في نص الملعب وتروح ناحيه اليمين. تمشي الكره وتفوت دلوقتي عند فارس، يسلم عند حاتم، تروح على طول عند فارس. عند فرصه الهدف الثاني، ممكن الهدف الثاني، وادي على طول الانقاذ كان موجود. ادي الانقاذ كان موجود. بص الثرو باص الامامي. ادي فارس حب يركنها على يسار حارس المرمى سعيد فتحي، لكن على طول كابتن الفريق الحسيني طه يجي من بعيد ويطلع الكره خارج الملعب الى ركله ركنيه لصالح نادي بتروجيت. ادي الشورت كورنر. تمشي من تاني عند فارس، يلعب الكره بوش القدم الخارجي. ترجع من تاني لسه خطيره على طول لكن مقطوعه. تروح تمشي الكره وتفوت براسيه عند فيليكس. ده والله كان موجود مصطفى ابراهيم، لكن ترجع من تاني عند البديل وهو هشام احمد. تتلعب على طول الكره الطوليه الاماميه في اتجاه الصعيدي. عند الصعيدي رايح على طول الكره الاماميه، فرصه الهدف الرابع لنادي بتروجيت. لكن يا ولد يا حسين، يا ولد يا حسيني، انقاذ في احداث الشوط الاول. هدف مؤكد من امام خبرات متواجده في نادي ايسترن امام حضراتكم. من عمر واحداث الشوط الثاني، بعكس حموده اما لعبها في الشوط الاول. الصعيدي اصطادها وسجل الهدف الاول وقتها لنادي بتروجيت، ونزل مكانه محمد عادل الشهير بالقرش. تتلعب على طول الكوره، تمشي وتفوت، يلعب الكره الاماميه، تمشي براسيه، تخرج من الخطوط الدفاعيه لبتروجيت. تروح من تاني عند 13 اهو. ادي رشاد يلعب على طول الكره الطوليه الاماميه في اتجاه اسلام هشام. ادي انطلاقه، عاوز يعدي وعاوز يفوت. 3 على 3. ادي اسلام يلعب العرضيه، وادي الصعيدي فرصه الهاتريك تضيع. فرصه الهاتريك على الصعيدي تضيع وتطلع الكره خارج الملعب، لكن في ركله حر، في فاول، لكن سلامات للصعيدي، هو اللي دخل الشبكه والكره خرجت. كان فرصه انه يسجل هاتريك احمد الصعيدي. قلت لحضراتكم قادم من زد، سجل هدفين في حلوان العام من الخماسيه في الدور التمهيدي الثاني، وسجل هدفين النهارده في ايسترن كامباني. ايضا سلامات للحسيني. بص اسلام هشام انطلق في الجبهه اليسرى ورفع عينه، لقى الصعيدي موجود ولقى ايضا فيليكس على الناحيه الثانيه، لكن التدخل اللي كان موجود من حارس المرمى وهو الحارس سعيد فتحي، دخل هو الشبكه والكره خرجت من الشبكه. البدلاء لبتروجيت اسماعيل او اسلام هشام. البدلاء لنادي حارس المرمى النفراوي، يلعب على طول رشاد المتولي عند فيليكس والحسيني. لكن بسم الله ما شاء الله النهارده الحسيني، زي ما اتكلمنا على عبد المنعم في خط دفاع بتروجيت، النهارده حكم المباراه قال ما فيش اي حاجه خالص. تروح على طول عند المتولي، يسلم اماميه عند فارس رضا. ادي فارس يلمح اسلام هشام، يلعب له تروباس الامامي في تغطيه من الحسيني، يرجع بكورته عند حارس مرماه، لكن تطول وتطلع الكره خارج الملعب للمره الرابعه تاريخيا بعد نسخه 2006 2020 2021 2023. الاهلي